أهلا بكم محبي نادي شباب القبائل. الكل يتساءل عن مصير الصفقات الثلاث المنتظرة من كل محبي نادي جياسكا. يتعلق الأمر به زين الدين بالعيد، فرحات، وجون تشارلز أهوا. والجديد هو كالتالي: بالعيد، فرحات وأهوا الثلاثي أتم كل تفاصيل انتقاله لنادي شباب القبائل وبصفة رسمية. فرحات التقى الإدارة منذ 4 أيام واتفق على كل شيء. بالعيد، النادي أنهى كل التفاصيل مع ناديه البلجيكي وقامت الصفقة في انتظار خروج ورقة خروجه دياماس غدا الخميس. أهوا أمضى عقده الإلكتروني منذ أسبوع. كل شيء الآن متوقف على الضوء الأخضر لإمضاء الثلاثي في شبيب القبائل والالتحاق مباشرة بالفريق في إسطنبول في تركيا. كادي نزيم: مصير التحاق زين الدين فرحات بالعيد وجورج تشارلز أهوا مرتبط بقرار شركة موبيليس المالكة لأسهم فريق شبيب القبائل. وكذلك الصحفية نيسا صلاح: زين الدين فرحات وزين الدين بالعيد أتم كل الإجراءات مع إدارة جياسكا، ينتظرون فقط الضوء الأخضر من الشركة المالكة موبيليس. بالتوفيق لجياسكا، الانتظار وتعليق، وشكرا.